النبي الوحيد اللي ذكر عنه وكان يأمر أهله بالصلاة ذكر عنه في كلهم يأمرون بالصلاة، ذكر عنه وكان يأمر أهله بالصلاة إسماعيل. يعني مو بس طلعته يصلي، طلعته مربي على الصلاة. متى تعلمت هذا كله؟ هناك شيء علمها إبراهيم وهناك شيء لم يعلمها إبراهيم. أما الذي علمها إبراهيم فهو من هو الله، من هو الله ثقة وتسليما وعبودية وهيمنة وبصفاته وأسماءه. فلما عرفت وعلمت من هو الله أصبح جاهزة لأن تقبل أوامر الله وأن تقبل البلاء وأن توقع على بياض مع الله. أما اللي ما علمها إبراهيم هو كيف حتعلم إسماعيل؟ لأن هذه ما هي بشغلة إبراهيم ولا هي بشغلة الرجال، هذه شغلة النساء. نساءهم يربون الأطفال وتربي حتى يصل إلى سن السعي. فلما بلغ معه السعي لا يوجد أحد يمكن يربي الطفل غير المرأة، ولا يوجد أحد يمكنه القدرة والنجاح غير المرأة أن تربي في هذا السن. ولكن المرأة اليوم تخلت عن هذا المنبر وتركته لغيره. والأسرة 18 جاءت تشتكي عندها من القدرات والمهارات ما يحتاج تعلم. ايش تعلمها أنت؟ ربها هي. مهمة الرجل يربي المرأة ومهمة المرأة تربي الأولاد حتى يكبرون يستلمهم الأب. ما يتدخل في تفاصيل التربية الداخلي. كل الأئمة المشاهير مربى بالأمهاتهم، بعضهم أيتام وبعضهم أبوه ولكن ليس له دور في تربية. وابحثوا يا أخوان، أبي حنيفة وغيره والإمام أحمد وراهم أمهات ربوهم في الصغر على القيم وعلى العبودية وعلى الأدب وعلى الحشمة وعلى الستر إذا كانوا بنات. الأم هي اللي تأخذ الوقت الطويل مع ولدها، محتاج إليها 100% بعد الله. 100% يحتاج إليها في الطعام هي تطعم، وفي الشراب هي تسقيه، وفي النظافة هي تنظف، وفي الموانسة هي تؤانس، وفي العطف هي تعطف عليه. هي عالمه كاملا. ثم يخرج من بين يديها ما حبها معناته في مشكلة. أنا محتاجك 100% وتعطيني بسخاء وبرضه ما حبيتك في مشكلة، معناته أنت ارتكبت خطأ، أنت خسرتني. طيب والأب يربي الأم، نحن اليوم لا نربي الأمهات. وأعرف والله أننا نتحدث في المنتديات وفي التلفزيون ونناقش يعني ونتكلم في التليفون وفي جهازات الاتصال هذه بيننا ونتبادل كثير من الأفكار. شوف الجروبات اللي بينكم الزملاء كم فيها من الحكم والفوائد. ولا جلس واحد منا يوم من الأيام يتحدث مع زوجته بنفس المستوى ليرفع من وعيها. فلما تجي تبغى تعلم أولادها يصير عندها مادة الطريقة لا تعلمها، فطرها الله عليها. أنا أتحدى الله فطرها عليها، تعرف، لأن لا بغت تقنعك تجيب راسك، أنت لا بغت تقنعك جابت راسك. طرق لا تعلم الطريق، علمها المادة عندك. بس السؤال، الله عشان يحافظ على الإسلام ما ينسون الناس شرع لهم صلاة الجهرية يسمعون القرآن وجعل تلاوة القرآن عباد، وكذلك صلاة الجمعة. ليش؟ فيها ايش صلاة الجمعة؟ فيها الخطبة وش تسمى؟ الذكر، تذكرنا، تجدد لنا الدين. طيب النساء ما فرض الله عليهم صلاة الجمعة، من يجدد لهم الدين؟ اللي جاء وصلى يعود ويعلم. لا نكذب أخو، نعترف نحن ما نمارس هذا إلا من رحم الله من أمثالكم، ما نمارس هذا الدور إلا قليل. ولذلك تجي تلقاك أنت يسألني واحد يقول ولدي عمره 4 سنوات كيف أربيه؟ قلت خلك مرة وتربيه. كيف يعني؟ قلت أمه تربيه مو بنت. قال أمه ما تعرف. قلت أنت تعلم أمه. اسألني كيف أربي أمه. كل معنى إيجابي تفقه في الحياة أعطي زوجتك نسخة منه. كل معنى سليم وقيمة جيدة في الحياة أنت تعرفها الآن وأنها مهمة لأولادك أعطها زوجتك.